بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير. رمضان خلاص، كل سنة وانتم طيبين، فاضل فيه كام يوم. فطبعا احنا بنجهز تجهيزات العيد كلها، طبعا من كل حاجة، من كحك وبسكوت وترويق الشقة وروتينات، ولازم الخبيز طبعا. كل سنة وانتم طيبين، فده خبيز العيد. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. هنا أنا حطيت 12 كيلو دقيق فاخر. الدقيق الفاخر دوت يا جماعة اللي هو البلدي المنخول ده، انا بشتريه من بره عشان انا ما عنديش دقيق للتموين وكده. فكل سنة وانتم طيبين. فانا دولت 12 كيلو دقيق. فهنا بقى حطيت المية بتبقى دافية، ولو الجو حر بتبقى من الحنفية عادي، بس عشان احنا لسه برضو الجو ساقع شوية فحطها دافية. حط الملح وبتوه الدقيق وبعجن زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بقعد بقى اغرز فيه عشان يبقى ليه عرق كده وحلو وايه، والرغيف يطلع حلو ومنور من ايه، من الفرن. هنا بقى بدوب الخميرة. صلوا على النبي يا جماعة، ووحدوا الله وقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بدوب الخميرة وبحطها وبشهد على العجين، وبعد كده بطبه وبشوفه عايز مية تاني ولا أي حاجة بحط له. وأنا قلت قبل كده، بتعرفي منين إن العجين عايز مية؟ أنا بعرفه من صوت الطبة بتاعته. الطبة لما بتكون مكتومة بيبقى عايز مية، بترن وانت بتعمليها بتبقى كده خلاص مش عايز أي حاجة. هنا بقى بردف بقى كده، بجيب من بره لجوه كده عشان يتشرب الخميره بتاعته. لازم اقلب الخميره حلو يا جماعه عشان العجين كله يبقى خمر وحلو. اهو بسم الله ما شاء الله، بصوا عجينته جميله زي الملبن ازاي. بسم الله ما شاء الله، عشان مع ايه عجنها حلو. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه، ويعود علينا وعليكم الايام بخير. دي عوايدنا، ولازم نخبز عيش طري، يبقى فيه البيت عيش طري. وانا كده كده على طول بخبز، مش بناكل عيش من بره، بس دي عوايدنا لازم نخبز بقى وكده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. هنا بقى بقلب كويس قوي. هنا ابتديت اطبه بقى. بقعد بقى اديله كده عشان ايه يحل معايا، ويبقى ايه ما يبقاش لي عرق قوي يعني، عشان اعرف العجين عايز ايه. اطب الطبه بعرف على طول هو عايز ميه، فبروح حاطه له ميه واشرب الميه وارجع تاني ايه اطب تاني واتشاهد عليه. لو مش عايز ميه خلاص، اهو بسم الله ما شاء الله كده هو مش عايز ميه، اتشاهد عليه واروح ايه طباه كده. الطبه بتاعته حلوه كده. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. انا نزلت لكم فيديو للغريبه وفيديو للبسكوت، فانا بعمل حاجه حاجه على قد مجهودي معلش. وطبعا انا كنت البيت محتاج عيش، فانا ما استنيتش قبل العيد يعني بيوم ولا بيومين، قلت اعمل العيش كده كده انا هغوز. فروحت غابزه بقى خيه، قلت يبقى خيه عجين العيد. هنا طبعا الطشت بيبقى مليان، فانا عشان ياخد راحته في الخم فباخد منه 3 4 ترغيفه كده كبار واحطهم في الحله عشان ياخد راحته في الخمر وكده. اه واروح لماه وسطراه واستره بحبه ميه كده في ايديا، والمه كويس واتشهد عليه. فانا قلت بقى اخبز خبيز العيد بالمره، طالما انا خلصت العيش عندي اخبز كده كده انا هخبز. المهم ايه يا جماعه، هنا البنات بيقعدوا يتكلموا معايا. اه سترته اهو بقى، بقول له سترتك مع فرتك، سترتك مع فرتك. وغطيه بقى وغطي الحله واحط عليهم بطانيه خفيفه كده. هنا بقى خلصت وطلعت بقى اقوم بقى اصب المواعين. عندي غسيل هلمه وعندي غسيل اطبقه، اي حاجه بعملها حواليه عشان يخمر على طول. يوم ما كانوا يقولوا لنا كده اتحركي حوالين العجين عشان العجين ما ينامش، كانوا بيضحكوا علينا عشان يهدوا في حيلنا. بس الحمد لله احنا اتعودنا على كده يا جماعه، نقوم نشوف العجين حوالينا ايه نعمله لحد ما العجين يخمر. هنا بقى كنت قرصت على الصينيه وقرصت اللوحين، وجي كام رغيف كده في الطشت اللي انا بعجن فيها. ضحكوا دلوقتي عليا، بس خليكم معايا لاخر الفيديو وانتوا هتعرفوا ايه اللي حصل. البنت بتنكب فيا والله، خلاص اسكتي. جم الله اكبر الصينيه الكبيره ولوحين وكم رغيف في الطشت، وتضحكوا عليا دلوقتي لما تشوفوا ايه اللي حصل. خليكم معايا بس لاخر الفيديو وانتوا هتعرفوا. بقطع على حرف الطشت وبقرص على ايه، على زيت.
معلش يا جماعة، انا مش عارفة البرد مش راضي يسيبني ليه، معلش عشان صوتي وكده، إن كاني مثلا ببقى مش عارفة اتنفس ولا حاجة، فمعلش حقكوا عليا، لان بجد البرد مش عارفة مش راضي يسيبني ليه. وبعدين كان حمدي تعبان وانا لقطت منه تاني برضه، بعد ما خفيت لقطت تاني. اه، فاضل الحلة هاخدهم على اللوح التالت، بديله راحته في الخمر علشان ايه يخمر حلو. لو كنت سبته كله في الطشت كان العجين مش هيخمر حلو. بحط زيت على القد عشان لو ايه لو فاض زيت في الطبق ولا حاجة خسارة، كل ما بعوز زيت بحط حبة. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. اللي وصل معانا لحد هنا يحط لنا اللايك والاشتراك في القناة ويفعل لنا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص كده خلصت اهو تقريص، فاضل معايا كام رغيف وهبتدي خبيزة على طول. انا بصراحة ربنا مش هخبز بالنهار تاني لان الجو بقى شرد. هنا بقى كام رغيف اهمت معايا، هحطهم بقى في قعر الطشت، بدل ما اجيب صينية ولا حاجة، لا هحطهم هنا واخليهم قدامي. هنا في رغيف واحد بس صغير، انا بقولها مش عارفة اقرصه، بس اتقرص. انا بطبيعتي بحب العيش الكبير يا جماعة، مش بحب العيش الصغير خالص، مش عارفة ليه. العجين الجو كان شرد وكان هيبوظ مني، بس الحمد لله يعني. انا بعد كده هخبزه في طراوة المغرب احسن من ايه، من انا اخبزه بالليل وبالنهار وكده. انا كمان بتعب، يمكن الشرد ده هو بيتعبني، القعدة قدام الفرن والسخونية وكده، وغطي فيه ومش مهملاه، بس برضو مش عارفة ليه الجو بقى حر بالنهار وبالليل بيسقع، سبحان الله. بسوي الحرف كده عشان ما يبقاش فيه ايه حاجة تخينة، وان كان فيه بالونة كده ولا حاجة بروح عاملاها عشان بتسود في الخبيز. بصراحة انا مكنتش عارفة اريح عشان الطشت اللي كان قدامي، فكان مضايقني، حاسة ان انا ايديا عالية فمش واخدة راحتي. فاول ما خلصت الصينية رحت ايه شايلة الطشت ورا وحطيت عليه الصينية دي، غطيت الرغيفين اللي فيه. آه. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. صلوا على النبي ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله. حطوا اللايك يا جماعة، وبالله عليكم تحطوا لنا اللايك، اللايك بيرفع الفيديو. كل سنة وانتم طيبين، ده خبيز العيد. بدور الرغيف على طول واروح حادفة الرغيف التاني، ادور رغيف واحدة في الرغيف التاني. بسم الله ما شاء الله بيخلصوا على طول وما بياخدوش وقت. كانت قرفتهم حلوة الحمد لله، كانوا طالعين زي الفل. صلوا على النبي وحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. طبعا انا نزلت الفيديو بتاع الغريبة وقلت لكم على اللي حصل لي وانا بسوي الغريبة وكده، بس بصراحة يعني ايه كنت متوقعة حاجة. يعني انا مرضتش اجي اكتب في العنوان ايه اللي حصل وكده عشان محدش يقول ده بيكتبوا عناوين عشان يشدوا الناس وكده، بس انا والله يعني استغربت قوي من الناس اللي ما بتشاهدش الفيديو للاخر وبتعمل مشاهدات كاذبة، لان انا كنت متوقعة حاجة من حد يعني. لكن الحمد لله يعني في مشاهدات غير صادقة صحيح، يخش الفيديو ويفتحه ويكتب عنوان ويروح كاتب تعليق ان هو شاهد الفيديو كده، بس هو ما شاهدوش، لان انا في حاجة كنت قايلاها في الفيديو كنت متوقعة ان حد يعني هي يقول لي عليها، بس الحمد لله يعني. انا الفرن ساحت الفيشة بتاعته والكهرباء كانت هتبهدل الدنيا، بس الحمد لله بفضل الله. العيش بسم الله بسم الله ما شاء الله، بفضل الله عليا الحمد لله، وربنا سترها معايا ولحقت الفيشة قفلتها مع اني كنت لوحدي، كانت البنات خرجت فانا كنت لوحدي، بس معايا ربنا الحمد لله. فبالله عليكم يعني اللي يخش الفيديو
يستنى فيه شوية دقيقتين 3 على الأقل، لأن انت أول ما تتفرج يعني تفتح الفيديو وتخش وتخرج منه على طول، انت كده بتوقع الفيديو. يعني اللي بيشاهد الفيديو مشاهدة غير صادقة زي ما بيقولوا بيوقع الفيديو. فده حرام، يعني تعبنا وكده يروح على الفاضي. لأن أنا عشان أصور فيديو زي دوت، فيديو خبيث زي دوت، انتوا متعرفوش الواحد بيعمل ايه عشان يصور فيديو زي ده. وللأسف هي قنوات قنوات بيعملوا مشاهدات غير كاذبة عشان أنا أعمل لهم مشاهدات. يعني أنا اللي مزعلني إنها قنوات مش ناس عاديين يعني. يخش يكتبوا تعليق على إنه اللي هو شاهد الفيديو وعمل لي مشاهدة مثلا، عشان أنا بعد كده أبقى شاهد له الفيديوهات بتاعته. بس للأسف يعني الموقف اللي أنا حكيته وما قلتش عليه في العنوان هو اللي أثبت لي إن في فعلا مشاهدات غير صادقة. إذا جت على الكاميرا. والله ما عارفة مين اللي كانت بتصورني في الوقت دوت، بتهيألي كان تيسير معايا عشان كان حمدي تحت. انا كنت قايله لكم حمدي تعبان، فروضه كانت تحت مع ابوها، فتيسير اللي كانت معايا. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. صلوا على النبي ووحدوا الله وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. كل سنه وانتم طيبين. فانا بس حبيت اقول الكلمتين دولت علشان ما حدش يزعل ان هو ممكن يكون بيخش وبيعمل لي مشاهده وانا ما بروحش اعمل له مشاهدات. لاني بجد بجد انا كنت متوقعه مثلا دي دخلت الفيديو ويا دوب شفت اول دقيقه مثلا ولا حاجه، كل سنه وانت طيبه كل سنه وانت طيب، ماشي كل سنه وانا طيبه كل حاجه. بس انا بقول لك في حاجه حصلت في الفيديو المفروض كنت تقولي مثلا احمدي ربنا الحمد لله على سلامتك. فانت اكدتي لي ان انت ما بتشوفيش الفيديو، يعني انتوا اكدتوا لي ان انتوا ما بتشوفوش الفيديوهات، وفعلا في مشاهدات غير صادقة فعلا. انا بس حبيت بس اقول الحتة ديت، وانا عارفة ان هم كمان مش هيشوفوها او يسمعوها لان هم بيعملوا مشاهدات غير صادقة. انا خلاص كنت خلصت. هقول لكم بقى على اللي حصل لي. انا طفيت الفرن وفاجئت ان انا الثلاث رغيفة اللي كانوا في الطشت انا مش حطاهم، ما خبزتهمش. فلقيت تيسير بتقول لي يا ماما العيش ده لسه فيه عجين. قلت لها يا نهار ابيض ده انا نسيتهم، هاتيهم. هفتح الفيديو. قلت لها خلاص ما تفتحيش الفيديو بقى، خلاص كده كفايه، انا كده خلاص نهيت الفيديو ولحد دلوقتي انا ما خبزتهمش. فبقول لها وريهم العيش. اللي وصل معانا لحد هنا يا جماعه نحط لنا اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم على خير.